السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل مع بعض أكلة كلنا بنقف عليها طوابير عند الراجل، وترى بقى المكنة نظيفة مش نظيفة، لا هنعملها مع بعض في البيت وبكل سهولة. حطيت بصلتين اتفرموا في الكبة مع شبت وبقدونس وكزبرة، بس ما كتريش الخضرة عشان ما تسودش منك. احنا النهارده هنعمل كفتة الرز مع نص كيلو لحمة كده، حطيته معاهم بعد ما فرمت البصل مع الخضرة. تمام. وافرم كل المكونات دي مع التوابل بتاعتي: ملح، فلفل، كمون، بهارات فراخ، مش اكتر من كده. تمام. لو في شوية بابريكا حطي بابريكا، بس انا ما كانش عندي الصراحة. فرمت بقى كده، بس للناس اللي لايك حط لايك معانا بقى. دي رز. هحط بقى كوبايتين كده بالكوباية المعيارية. ما عندكيش برضو دقيق رز، ممكن تطحني رز في الكبة وتحطي كوبايتين. تمام. اهو دي الكوباية التانية بالشكل ده كده. وابتدي بقى اخلط المكونات بتاعتي لحد ما الكفتة بتاعتنا تسمغ وتطلع زي خيوط كده. تمام. ابتدي بقى اصبحها بالشكل ده كده. مش قادرة اقول لكم ريحتها عاملة ازاي، وطعمها بقى تحفة، وحاجة نضيفة وانت عاملاها على ايدك. شايفين شكلها عامل ازاي؟ نبتدي بقى نحمر الكفتة بتاعتنا. عايزة اقول لكم ممكن تعمليها عند الراجل تفك منك وانت بتحمريها. انت هتشوفي دلوقتي الكفتة ما بتفكش. معانا بقى حلة على النار، وبصلاية مفرومة وقطعة توم بالشكل ده كده. الكفتة معانا بتتحمر. شايفين شكلها عامل ازاي؟ ريحتها بقى وانا بحمرها مش قادرة اقول لكم تحفة قد ايه. تمام كده. وعلى العين التانية بقى معايا البصل. حمرنا البصل والثوم بأي مادة دهنية انت عايزاه، وحطيت الصلصة. صلصتي اتسبكت. هنزل بقى بالكفتة مع بطاطساية او بطاطستين على حسب ما انت عايزه اقول لكم البطاطس اللي مع الكفته دي بيبقى طعمها تحفه. تمام كده. تبقى احلى من الكفته نفسها. وابتدي بقى اسيب الكفته بتاعتي تستوي هي والبطاطس على النار، وتطلع معانا بالشكل ده كده احلى كفته رز. لايك للفيديو، اشتراك في القناه، تفعيل الجرس، واسيبكم في رعايه الله.